بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنطرح سؤالا حارقا: لماذا يعجز العقل العلماني العربي عن فهم ذاته وحل أزماته؟ قد تتفاجأ أن الإجابة ليست في مؤامرات أو دسائس خارجية. الإجابة تكمن في أزمة داخلية ذاتية جعلت هذا العقل أسيرا لرؤية مستوردة. فكيف حدث هذا؟ وما المخرج؟ كيف الخلاص؟ صح التعبير. لنبدأ الرحلة. القصة بدأت حين تعاملنا، طبعا ضمير المتكلمين هنا المقصود به هم النخبة العلمانية الحاكمة والمتحكمة منذ عقود. قلنا إن القصة بدأت حين تعاملنا مع الفكر الغربي كنص منزل، استعرنا مفاهيم الحداثة دون ما نقد، وتبنينا فكرة القطيعة مع الوحي كمصدر للمعرفة كأنها حقيقة علمية صلبة. نسينا أن الحضارات العظيمة تبنى برؤية تنبع من داخلها. الغرب نفسه بنى فلسفته على سياقه التاريخي الخاص وضمن شرطياته الذاتية، لكننا نحن حولناها إلى دين جديد. السؤال المفصلي هنا هو: كيف قبلنا بفصل العقل عن الدين بينما حضارتنا الإسلامية ازدهرت يوما ما بالجمع بين العقل والدين؟ في الفلسفة وقعنا في فخ التقليد ليتم تبني النزعة المادية الغربية التي حولت الإنسان إلى كائن مادي بلا روح وبلا أخلاق. الغرب نفسه بدأ يراجع هذه المسيرة، بدأ يراجع مساره ويندم بين قوسين على هذا الاختزال، بينما ما زلنا نحن نردد عبارة ممجوجة: العقلانية الوضعية هي الحل، على وزن العلمانية هي الحل. أين الإبداع الفلسفي العربي القادر على مزج تراثنا الروحي بأسئلة العصر؟ المشكلة ليست في الاقتباس بل في الانبهار الذي يقتل الإبداع، في هذه المحاكاة القاتلة. المأساة تتجلى في المجال الاجتماعي حين تفرض على المجتمع نماذج جاهزة كأنه دمية تلبس ثياب الغرب. النتيجة انقسامات وصراعات، لأن التطور الحقيقي لا يأتي باستعمار داخلي. التحديث ليس شعارات نرفعها بل عملية تتفاعل مع تاريخنا وقيمنا. فهل نستطيع أن نحدث دون أن نجتث من جذورنا؟ هذا هو السؤال الكبير. الأخطر هو الانهزام النفسي. نبرر كل ما يأتي من الغرب حتى لو دمرنا، وننظر إلى تراثنا باعتباره عبئا برسم التخلص منه، أي عبء يجب التخلص منه. هكذا ننظر إلى تراثنا. الغرب ينتقد ذاته بقوة بينما نحن نتعامل معه كمعصوم من الخطأ، بدليل حديثهم اليوم عن ما بعد العلمانية وما بعد الديمقراطية، في حين أن العلمانيين ما زالوا عالقين داخل باراديغم العلمانية وباراديغم الديمقراطية. هذه العقدة جعلتنا تابعين عاجزين عن إنتاج معرفة حقيقية أو حتى عن نقد الغرب نفسه. الحل ليس باستبدال تبعية بتبعية بل بثورة فكرية تعود إلى الجذور. الإسلام قدم نموذجا فريدا جمع بين العقل والوحي، بين الروح والمادة دون قطيعة. المشروع المنشود ليس شعارات بل إعادة بناء معرفية تجمع بين الأصالة والحداثة وتفتح حوارا مع التراث والغرب في آن واحد. الخلاصة: النهضة لن تأتي باستيراد الوصفات الجاهزة بل بوعي نقدي يربط الماضي بالحاضر ويعيد الثقة في الذات. السؤال هنا: هل نجرؤ على بدء هذه الرحلة أم سنبقى أسرى لهذا الاستلاب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ما البديل الذي ترونه؟ لأن الحوار هو بداية الطريق. شكرا لكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا الاشتراك في القناة
لتكونوا جزءا من النقاش. في أمان الله.